مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في دافودل كلينيك. النهارده معانا حاله مميزه جدا من حالات مركز دافودل. عاملنا كان بيعاني من صلع وراثي من الدرجه الخامسة للستة. النتيجه اللي قدامنا دي نتيجه 6 شهور فقط من عمليه زراعه الشعر الطبيعي. نجاح عمليه زراعه الشعر الطبيعي بيعتمد على عوامل كتير جدا. من العوامل دي هي رسمه الخط الامامي. مهم جدا ان يكون الخط الامامي شكله طبيعي جدا، مقبول، مش ملفت. اي حد يشوف العميل للمره الاولى ما يعرفش تماما انه عمل اي حاجه غريبه او مش طبيعيه في شكله. تاني حاجه وهي كثافه الشعر المزروع. مهم جدا طبعا ان احنا نوصل باعلى درجه كثافه ممكنه، وده طبعا بيعتمد على قوه المنطقه المنحه اللي بناخد منها البصيلات دي. اخر حاجه وهي اتجاه الشعر المزروع. زي ما وضحنا قبل كده كتير ان كل منطقه في فروه الراس ليها اتجاه معين، مهم جدا نحافظ عليه واحنا بنقوم بعمليه الزراعه عشان نوصل في النهايه للشكل الطبيعي اللي دايما متعودين عليه في حالات دافودل كلينيك. مستنيين وهنبقى سعداء جدا باستفسارات حضراتكم. شكرا ليكم. دافودل كلينيك.